اهلا بكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هقول لكم ازاي تعملوا تسبيكه المحشي ويبقى طعمها حلو. اول حاجه تحطي عليها مكعبين زبده او سمنه مع الزيت، وبعد كده حطيت 3 بصلات مقطعاهم بالسكينه مش بكبه، لان لما بتتقطع بالسكينه بتدي طعم احلى. وبعد كده بشوح البصلة كويس كده، وبعدين انا حطيت اللي هي مرقة، اللي هي مكعب مرقة ده. انا اصلا مش بجيبها، بس دي كانت في التموين فقلت اما احطها. وبعدين ايه، اللهم صل على النبي، بشوح البصل كويس، وبعدين حطيت له بابريكا وكاري وجنزبيل وملح، وبحط فصين توم واقطعهم كده صغير واشوحهم بقى ايه تشويحة حلوة. وبعد كده حطيت نص معلقة دقة اللي انا بحطها في التلاجة دي، بتبقى توم وفلفل احمر وملح، واشوحها برضو مع البصل كويس، يعني مش ان هي تتحرق، لا بس تتشوح حلو يعني. وبعد كده احط الطماطم واسيبها بقى ايه لغاية ما تتسبك، اسيبها بقى تغلي لغاية ما تتسبك. وهنا الفراخ انا كنت عملتها. هنا بقى بعد ما خلصت بقى التسبيكة بحط معلقة صلصة على جنب، وبحط الرز. وفي الخطوة دي بحط رشة فلفل اسود ورشة كمون بتديله طعم حلو. وبعد كده بحط الخضرة، بحط الورق بس مش بحط العيدان. العيدان بحطها في أرضية الحلة يعني. وبعد كده ايه بمسكها بقى اقلبها والف بقى المحشي. طبعا بلف يعني سطر كده من تحت، وبعدين اعمل العكس، فاهمني؟ يعني اعمل دور كده، وبعدين اروح مديره الحله واحط ايه دور تاني لغايه ما خلصت بقى. وبحط لها بقى الملح مع معلقه الصلصه اللي انا شلتها على جنب. بحط لها الملح واحط وادوبه كده يعني بشويه شوربه. وبعد كده ايه يلا كوب يا بت، وبعدين ايه نروح حاطين الشوربه وتهز بقى الحله كده. ويا دوبك تبقى الشوربه يعني يا دوبك على السطح كده، يعني ما تزوديش عشان المحشي ما يعجنش. وفي الاخر بيطلع بالشكل ده.